أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أريد أن أذكر لكم في هذه الفيديو جملا من حياة امرأة أديبة شاعرة، ألا وهي الصحابة الجليلة خنساء بنت عمرو. وفي الجمل التي أذكرها دروس وعبر للمسلمين عموما وللدعاة خصوصا. اسمها تماضر بنت عمرو. خنساء لقبها، يعني واشتهرت بهذا اللقب خنساء، وإنما قيل لها خنساء لخنس في أنفها، وهي به أشهر. خنساء رضي الله تعالى عنها شاعرة مشهورة، أجمع أهل العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها. كان لها أخوان، واحد اسمه صخر والآخر اسمه معاوية. فلما قتل في حرب احترقت قلبها وتألمت وتأسفت، وكادت أن تقتل نفسها من كربهما. قيل لها فأيهما أوجع وأفجع، يعني صخر أم معاوية؟ حزن أيهما أكثر عندك وأفجع على نفسك؟ قالت أما صخر فجمر الكبد، وأما معاوية فسقام الجسد. هذه الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها شهدت القادسية، حرب القادسية، في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومعها أربعة بنين لها. إن خنساء رضي الله عنها ربتهم على الإيمان، وربتهم على الجهاد، وربتهم على الفداء في سبيل إعلاء كلمة الله. فقالت لهم يا بني إنكم أسلمتم وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله غيره إنكم لبنو رجل واحد، كما أنكم بنو امرأة واحدة. ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، وبالله على أعدائه مستنصرين. وإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها واضطرمت لظى على سياقها وجللت نارا على أوراقها، فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها، تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. فخرج بنوها وتقدموا فقاتلوا وأبلوا بلاء حسنا واستشهدوا جميعا. نعم، استشهد واحد بعد واحد في يوم واحد في حرب واحدة، حرب القادسية. استشهدوا كلهم. فلما بلغها الخبر لم تذرف عيناها ولم تقطر قطرة دمعة واحدة،
وقالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم. وفي رواية قالت الحمد لله الذي جعلني أم الشهداء. وفي رواية قالت الحمد لله الذي شرفني بالشهداء. رضي الله تعالى عنهم أجمعين ورضي عنا ورضي جميع المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.